السلام عليكم خوتي، معكم معاذ. حبيت نهضر لكم على بعض التصرفات اللي نشوفها في المجموعة. هناك أعضاء مبتدئين يدخلوا يسقسيو باش يتعلموا في المجموعة. حنا فتحنا هذه المجموعة باش نتعلموا، ولكن راني نشوف تعليقات أنه يجيو آخرين يبقاو يسخروا منهم، يبقاو يطيحوا لهم المقدر تاعهم. وأنا ما نكذبش عليكم، ما نقبلش هذا الأمر في المجموعة. من هنا وصاعدا إن شاء الله، أي واحد يزعق بإنسان آخر أو يسخر منه أو مانيش عارف يقول له أمور غير لائقة، بلوك مباشرة، بلوك مباشر إن شاء الله. طبعا خوتي، وبالنسبة لهذا الفيديو الذي نزلته أنا، كتبت لكم حنا نروضو بالبراقة. الهدف من هذا الفيديو هو أن أوريكم أنه ما تهمش نوعية الأكل إذا الحسون تاعك كان يثق بك. الثقة هي الأساس. أنا الحساسين تاعي يا خوتي خاسر عليهم، خاسر مضاري. دي فوا أنا ما ناكلش مليح والحساسين تاعي ياكلوا مليح، ياكلوا خير مني الحساسين تاعي. دي فوا أنا نحي من قلبي ونزيدها في الحساسين تاعي. نبغي نشري سبردينة، نمشي نشريها فيرتيفيت، نمشي نشريها دواء، نمشي نشريها فيتامين. لهذا خوتي أنا علاش انفعلت، ويسامحوني اللي انفعلت معاهم. تغيضك عمرك كي انت متهلي في الحساسين تاعك، والحمد لله راه كاين خبره تاع شحال من سنه، تاع اكثر من 15 سنه تربيه الحسون. في الاخير تلقى صديقكم. كاين الناس يقولوا جوعته، يقول لك لا، حنا ما نجوعوش، حنا رانا نديروا هاد العفسه. ما هو الغرض من هاد الترويض؟ نحيو له الخوف. هذا ما كان، نحيو له الخوف باش من بعد ان شاء الله يرجع. علاش؟ حسون كوبلور وخواف ما جاياش، لا يلتقيان. لهذا احنا نحيو من الحسود تاعنا الخوف هذاك باش يولي مؤلف في البشر ومعتاد على حياة القفص، باش من بعد يسهل التجهيز تاعه. هذا ما كان، كي تجهزه ما تلقى اي مشكل. راح ان شاء الله تقدم له في فيتامين الفيرتيفيت وثاني الخلطات اللي وضعته لكم في اليوتيوب، راح يهبل، راح يولي كوبلور ما شاء الله. لهذا خوتي انا نزلت لكم هذا الفيديو. انا ما نجوعش خوتي، انا والله ما نجوع الطيور تاعي، عمري ما جوعت الطيور تاعي. الانسان يلزم بالعقل فقط، يلزم بالعقل. انا ما يوم في حياتي ما جوع الطائر اكثر من 30 دقيقه. كيفاش ندير نهار كومبلي هو ياكل، نهار كومبلي هو يعلف، باش شغل نرجعه ياكل ميدي، نرفد داك المعلف ونحطو قدامه هكا، قدام القفص لمده 30 دقيقه، ما نزيدش عليها. ما مضاري 4 ساعات. خطر علاش؟ كي تحطه له قدامه داك المعلف راح يبقى مركز غير معاه، يركز معاه. خلاص يبقى خصه ياكل. بعد ان شاء الله دير شويه ماكله في يدك وتعطيها له يجي ياكل مباشره. طبعا اذا كان عاد يخاف راح تبقى بشويه باش انت تساعفه، تدخل يدك بشويه وتستنى. هذا ما كان. لهذا خوتي نتمنى ان شاء الله توصلكم الرساله، وما تتهموش الناس، بامور ما تعرفوهاش. واللي سمحت واللي غلطت في حقه عفوا يسمح لنا. والسلام عليكم. ولا قبل ما نكمل ان شاء الله حابين نقول لكم حاجه خوتي. انا راني سامح في قرايتي، راني سامح في اموري الخاصه، وراني نجاوب على الناس، راني نجاوب في كل مكان خوتي، في الخاص، على الفيسبوك، على اليوتيوب، في كل مكان راني نجاوب. علاش؟ باش نساعدوا الناس ان شاء الله، نساعدوهم وما نخليهمش يستناو. واللي عندك طائر مريض ولا نساعدوه في اقرب وقت ونتخذوا الاسباب. لهذا خوتي نتمنى ان شاء الله تقدروا هذا الامر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.